السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الفريك الجميل ده، الفريك المصري الأصيل بالطريقة الصعيدية. هنعمل ازاي؟ اوريكم ازاي بنعمل الفريك. اول حاجة بنجيب القمح ونغربله. بنغربله يعني ايه؟ يعني بنهزه ونطلع منه كل التراب والشوائب اللي موجودة. وبعد كده بنجيبه بعد ما بنغربله بنغسله خالص كده وننضفه فم واتنين وتلاتة لحد ما المية تبقى نضيفة وبيضة زي كده. وبعد كده في حاجة عندنا كبيرة من التراث كده الصعيدي اسمه الكانون، عبارة عن موقد نار، طوبتين كبار كده، واي طوب بقى بتحطيه. في ناس بتبنيه واحنا عملناه كده، ما عنديش مبني، لكن جبنا حجرين كبار بيض وحطيناهم رصيناهم على بعض وعملنا اللي هو الكانون دوت، وحطينا الحله الكبيره عليه زي كده وعبيناها ميه نضيفه. وهناخد القمح ده نحطه هنا على النار نسلقه. ممكن تعمليه على البوتاجاز، ممكن تعمليه على سخان اللي هو بيتولع برضو دوت، براحتك خالص. بس طبعا دوت نار عالية كتيرة، ودي حلة كبيرة وكمية كتيرة. بنعملها كل كام شهر كده عشان بنستخدمه. طبعا انتوا عارفين بنستخدم الفريك في ايه؟ الفريك اللي هو البرغل في الحشوات بقى، في الحمام، للفراخ، وساعات بنطبخه وممكن اعمل بيه محشي. كده يعني بنستخدمه في استخدامات كتيرة جدا. نفضل بقى نقيد نار من تحت هنا كده، نحط اي حاجة، خشبة كبيرة زي ما انتم شايفين كده، او اي حاجة، بوص او حاجة عفش مثلا، لحد ما المية تغلي والفريك ده يستوي، يتسلق يعني، ويبقى زي كده الحباية بتاعته زي كده اهي. شايفين كده استوت خالص. بناخده بقى نصفيه زي كده، وبعد كده بننشر. آه عندك بقى سواء في بلكونة او على السطح. احنا هننشره على السطح دلوقتي وبنفرشه هنا كده وهو على السطح. طلعنا بعد ما صفيناه، فرشنا بقى اي حاجة، مفارش او ملاية او شيلان كده للاستخدامات اللي زي كده، نفرش عليها القمح على السطح كده ونشرناه في الشمس علشان ينشف. بعد ما ينشف خالص هوريكم شكله هيعمل ازاي. بعد ما ينشف خالص بقى كده ياخد له يوم او اتنين او تلاتة. طبعا هنا الشمس حامي قوي فبياخدش اكتر من 3 ايام. اهو نشف اهو، شايفين. هنهزه وننضفه من الشوائب برضو اللي جات له اثناء النشر، مثلا يعني ترابايه، حاجه، عفشايه. وبعد ما نهزه بنوديه للطاحونه تطحنه، او المدشه تطحنه وتدشه وتخليه الفريك اللي احنا بنشتريه وبنستخدمه. احنا مش بنشتريه، اللي انتوا بتشتروه وبتستخدموه. بصوا ما شاء الله جميل ازاي، لسه كده ما اتدشش كده، هو نشف ورجع ايه زي الاول. بنهزه كده بقى من الشوائب اللي فيه، ترابايه ولا حاجه ولا عفشاه اثناء التنشير على السطح جات له ولا حاجه. وبعد كده نوديه المدشه وبندشه. بصوا بقى ما شاء الله اهو بقى زي كده. ده بقى بنستخدمه استخدامات كتير ما شاء الله بقى، حشو الحمام، الطبيخ. بنهزه برضو هزه زي كده بعد ما بنجيبه من الطاحونه، من المطحنه يعني. لو كان فيه ناعم قوي بنحطه لوحده اللي هو البرغل، وده اللي هو الكبير او اللي احنا ايه بنستخدمه. كان الفريك بتاعنا وطريقتنا فيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك.